واللي حصل في المباراه دور قبل النهائي في عجاله كده بسرعه. بص انا على فكره انا مش عاجبني المجال اللي موجود في الفتره الحاليه. المناخ صعب قوي تقريبا، يعني مثلا ايه، اي فرقه او اي منتخب لما يخسر ماتش بنخش في دوامات تانية خالص وبنخش في سكك تانية خالص. انا في دلوقتي عناصر الماتش ايه، اي ماتش في ناحيه فنيه وفي تحكيم وظروف اللي حوالين المباراه، سواء جماهير سواء مشكله اي حاجه بتحصل. اللي حصل ان ظروف مباراه الترجي ظروف صعبه. اولا المباراه اتصعبت من 2-1 اللي في القاهره، فاهمنا كريم؟ أيوة. دي واحد. نمرة 2 الحكم ليه اخطاء، فعلا ليه اخطاء زي ما الحكم اللي كان في القاهره ليه اخطاء ليه وعليه. يعني النادي الاهلي كان ليه وعليه، وهناك في تونس نفس الشيء، الترجي ليه وعليه، وده وجات على النادي الاهلي شويه في الجون طبعا، والناس عارفه، والجون اللي هنا في القاهره برضو كان بايده بنفس المنظر. لكن انا بتكلم في ايه؟ انا في وجهه نظري الترجي مش هو الترجي اللي هو بتاع السنين اللي فاتت يا كريم، بتاع التسعينات، مش بتاع الفتره دي خالص، اللي هي التسعينات والالفينات واوائل بدايه الالفينات. هو الراجل الفرقه كانت تخسر هنا 3-4 في مصر، الفرص طبعا راحت كتير، لكن هناك في تونس الجون جه طبعا بايد الراجل، لكن في نفس الوقت اللعيبه كانت عصبيه شويه. الظروف الماتش الجون دخل بدري تنشن الماتش، الحكم اي قرار ليه ما كانش اللعيبه ما كانش متقبلاه. فكان لا النادي الاهلي لو كان لعب فوره عاديه جدا بهدوء، حتى لما بعد الجون ما اتحسب النادي الاهلي كان ممكن مش يطلع متعادل، كان ممكن يطلع كسبان، لان الترجي مش هو الترجي في عز ما النادي الاهلي ناقص واحد من الشوط الاولاني، الترجي مش عارف ينقل كورتين 3 على بعض، وفي المقابل النادي الاهلي ما ضيعش فرص يا كريم من بعد الدقيقه 3، يعني بعد الكره اللي كره جد بعد كره جد وابو تريكه من الدقيقه 3 بالظبط لحد نهايه الماتش النادي الاهلي ملوش فرص. فبالتالي نتيجه التوتر زائد ان الترجي كان مديك فرصه ان انت فعلا تكسب الماتش، زائد طبعا انا بقول الظروف الصعبه، المطر والملعب طبعا اثر على الاداء الفني بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي بصفه خاصه، وطبعا الترجي. لكن انا بقول هارد لك وفي نفس الوقت مش عايزين نقول ان يعني مش هنكسب. يعني مصر لما تخش سواء منتخب او نادي او انديه يعني ساعات اكيد هتخسر، واكيد التحكيم ليك وعليه، ولكن احنا نشوف الحاجات الفنيه. انا طبعا مش عايز اتدخل في، لان النادي الاهلي طبعا نادي منافس، ولكن نادي الانديه اللي تهمنا كلنا. فانا بتكلم على ظروف زي ما انت سالتني، الظروف الفنيه احنا كنا ممكن نتفوق على الترجي لو لعيبه مصر ولعيبه النادي الاهلي. بشكرك يا كابتن حسام، طبعا كابتن حسام حسن المدير الفني لنادي الزمالك. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع الكابتن